بصوا بقى يا حبايب قلبي، انا النهارده جالي حاجات وكده حبيت اشارككم فيها واقول لكم ايه احسن طريقه ممكن تعملي بيها الرز المكرونه، الحاجات البيزك قوي اللي هي ممكن اي حد في الدنيا يعملها. بس هقول لكم ايه تريكاتها عشان تطلع معاكي مظبوطه. للبنات اللي لسه متجوزه، انا كنت واحده في يوم من الايام منهم، وكانت المكرونه بتعجن معايا والرز ما بيطلعش مفلفل وكل حاجه. الحاجات دي كلها هعملها لكم برده في فيديو لوحده، لايف كده عشان تشوفوها. بس قلت برضه اجي اتكلم معاكم كده النهارده في شويه تريكات مع بعض، افهمكم بيها ازاي المكرونات وايه احسن انواع مكرونه ممكن تستخدموها، وكل الكلام ده ازاي يطلع مظبوط معاكم، وندردش كمان مع بعض شويه. ماشي، يلا نبتدي. بسم الله الرحمن الرحيم. انا هنا ايه، الزيت ده زيت، هو بصراحه جوزي هو اللي جايبهولي، يعني هو صاحبه كده، صاحب الماركت، فقال له الزيت ده نضيف. انا كده كده بصوا يعني مش من هواة قوي زيت حتى العباد او الذره او الكلام ده. بصراحه كنت سامعه فيديو كده لدكتور معين كان بيتكلم ان زيت الذره وزيت الكانولا حتى وزيت عباد الشمس وكل الزيوت دي كلها زيوت مهدرجه. كل الزيوت دي كلها مفيش حاجه بتفيد الكوليسترول، ومفيش حاجه بتفيد الكبد ولا القلب ولا الليله دي كلها. الكلام ده كله مش حقيقي. فانا كنت جايه اقول لكم النهارده، انا يعني الحاجات دي هو بيحبها، بيحب المقليات بعملها له اكيد زيه زي اي راجل، يعني اوقات عايز بانيه مثلا، عايز فراخ محمره، مع انه ملوش في المقليات قوي، بس اوقات يعني بطاطس محمره الكلام ده، فبضطر اجيب. فالنوع ده حلو قوي، اللي هو السلطان ده زيت عباد، نوعه حلو يعني احسن الوحشين. وبس انا زيت زيتون وسمنه بلدي بامانه، يعني هوريكم برضو نوع السمنه اللي بستخدمها، وهوريكم زيت الزيتون برضو اللي بستخدمه. بس هوريكم الاول الحاجات دي. وانا ان شاء الله قريب جدا هجيب الاير فراير برضو، عشان ايه نعمل بيها وصفات كتير قوي مع بعض. برضو الاير فراير دي يعني اختراع بصراحه، بقالي فتره حطاها في دماغي وهجيبها، خليكم فاكرين الفيديو ده كويس، هجيبها ان شاء الله. بصوا انا جبت كده عبوتين، هما العبوتين دول مش قادره اقول لكم انا استهلاكي للزيوت دي قليل جدا، عشان زي ما قلت لكم خطر على اولادنا، والقلي مش افضل حاجه. اشوي يعني، هقول لك على حاجه، البطاطس بهريها زي ما انت عايزه، حطي روزماري وحطي بابريكا وحطي كاري، بصي بهري البطاطس بتاعتك زي ما انت عايزه، وحطيها وحطيها كده مع بعض، وعليها معلقتين زيتون، وارميها في الفرن. هتبقى احلى بطاطس ويدجز. عايزه تعمليها بقشرها بس اغسليها كويس جدا عشان بتكون مرشوشه، خلي بالك اغسليها كويس جدا. وممكن كمان تحطيها فاهمه 10 دقايق، وممكن تقشريها زي ما انت عايزه، وممكن تحطيها تتسلق، وبعد تتسلق تكوريها. هعمل معاكم كل برضو الحاجات دي لايف، وتحطيها برضو في الفرن. لكن بلاش المقليه على قد ما تقدروا، انا على قد ما اقدر يعني الحاجات دي ممكن تقعد معايا شهر وشهرين كمان، يعني الكلام ده الازازه دي، الازازتين دول ممكن يقعدوا معايا اكتر من شهر كمان، لان انا زي ما قلت لكم ما بستهلكش، وبحاول على قد ما اقدر ابعد عن الحاجات المقليه. وانتوا كمان عشان صحه ولادكم حاولوا تعملوا كده برضو، اشووا على قد ما تقدروا. الفراخ اشوها يا جماعه، الفراخ المشويه قمر تحفه. كنت عامله لكم برضو هنا خلطه على القناه، خلطه للفراخ، انا هنا قالتها عشان هما كان جاي على دماغهم يقولوها، بس دي مش على طول، دي مره مثلا في الشهر، وممكن مره كل شهرين كمان القلي ده. ممكن كمان ابعد والله عن كده لو عرفت، لو حاولت انسيهم كده بشويه وصفات من وصفاتي. وممكن تتعمل الخلطه برضو اللي انا عملتها لكم دي مشوي برضو، تطلع تحفه وقمر وخطيره، بزيت زيتون ولا بمعلقه سمنه بلدي، يا خرابي على الجمال، مش قادره اقول لكم. الفكره في نفسك انت والبهارات اللي بتحطيها، والله نفسك انت زي العسل. ان شاء الله لو حطيتي ملح وفلفل هتبقى قمر، بس انت اعملي لهم الاكل بحب وتعالي ادعيلي. بصي برضو انا هنا جبت ايه، انا برضو ايه بوريكم كده كل اللي انا جبته. هنا جبت برضو زيت ذره. انا كنت بصراحه في الاول بطبخ بزيت ذره، كنت بقول هو احسن من الزيت العادي وكده، بس بصراحه لما قريت وسمعت الدكتور ده، وقريت كمان لان انا دخلت قريت، ما اكتفيتش ان انا اسمع الدكتور ده بس، دخلت قريت، عرفت ان زيت الذره زيه زي زيت العباد، زيه زي زيت الكانولا اللي مش عارفه بيقولوا عليه، وطلع ترند في فتره. كلها زيوت مهدرجه، كلها زيوت ملعوب فيها، كلها خطر جدا علينا وعلى اولادنا وعلى صحتنا، ولا صحتك بالدنيا ولا اي كلام من الكلام ده. بس اهو يعني برضو هو جابهولي وهو مصمم، فبحط لهم ممكن برضو كل فين وفين. يعني العلبه دي انا مش قادره اقول لكم، انا كان عندي علبه زيها
في اول جوازي انا فاكره، لا اول جوازي كنت بطبخ بيه بصراحه عادي قبل ما اعرف الكلام ده، بس لما عرفته جبت علبه تانية قعدت معايا حوالي مثلا سنه، يعني انا مش بافور، ده حرفيا الزيت الكميه دي قعدت معايا سنه. هو جابها لي ومصمم برضه ان هو يجيبها لي، فانا ممكن تقعد معايا سنه، وممكن يعني انتوا مش فاهمين هتقعد معايا قد ايه. ممكن احطها على الفول على البارد برضه، ما تتحطش على النار عشان على الاقل يعني تقللي من ضررها، اللي هو مثلا ضررها القوي قوي ده تقللي منه، في ان انتي ما تحطهاش على النار على طول، ما تقليش بيها. سمنه بلدي لا زيت زيتون، زيت زيتون عادي، احسن زيت ممكن يتعرض للقليه والنار زيت الزيتون. ده كلام دكاتره ومش كلامي، وادخلوا اقروا وسرشوا وابحثوا هتعرفوا ان ده كلام حقيقي، بس لازم يكون زيت بكر، زيت زيتون معصور على البارد عشان يبقى صحي. لكن بقى ده ممكن احطه لهم على طبق فول مثلا برضو كل فين وفين الصبح، كتغيير كنوع من التغيير يعني. بعد ما يطلع من على النار الطبق ابهره، احط عليه ملح وفلفل وكمون، واحط عليه معلقه من زيت الذره، بيبقى تمام برضو كويس. ممكن احطه على الجبنه برضو بالطماطم، احط عليها معلقه برضو، بس برضو زي ما قلت لكم مش بزود، فاهمين؟ لكن زي ما قلت لكم السمنه البلدي او الزبده الصفراء بس تكون نيوزيلندي وتكون نوع نظيف، لا اما الزبده البيضاء تجيبوها وتقدحوها وتسيحوها وترموا المرطه منها، لا اما تجيبوها تعرفوا مكان مخصص اللي هو يبيعها وتكون انتوا واثقين فيه، واثقين في مصادره. هوريكم برضو السمنه اللي انا بستخدمها. بصوا انا بستخدم النوع ده. انا هنا عندي مكان في المنطقه اللي انا ساكنه فيها، المكان ده مشهور قوي هنا عندنا، بيعمل هو مكان عنده مزرعه، بيعمل البان، بيعمل سمنه بلدي. بصي انا واقعه السمنه وحالتي بالبلا، الواد هيجنني. ادعوا لي والنبي لكل عندها طفل صغير، ادعوا لها، الفتره بتبقى مش الطف حاجه يعني، بس ربنا يا رب يحفظهم اهم حاجه، ونخلي بالنا على قد ما نقدر من اكلهم. كفايه الفتره دي اصلا الحاجات مسرطنه والحاجات محقونه، وعلى قد ما نقدر احنا نخلي بالنا. اكيد مش هنعرف نسيطر على الكل، مش هنعرف نسيطر على كل حاجه، بس في حاجات على الاقل نعرف ناخد بالنا منها، فما لا يدرك كله لا يترك كله، بالظبط كده. فنوع السمنه دي انا واثقه فيها، يا ريت اعرف اجيلكم واشممها لكل واحده فيكم، يعني ريحتها حلوه جدا جدا جدا، وبجد نوعها نظيف. اللي ساكن في نفس المنطقه بتاعتي هيعرف ايه هي البان المكي، بصراحه نضاف جدا في الجبن بتاعتهم، وفي منهم كذا فرع على فكره في كذا منطقه برضو، يعني انا من القاهره ده مشهور قوي عندنا، بيبيع كل انواع الجبن، هو اللي بيعملها بنفسه، اللبن بتاعه هو المزرعه بتاعتهم، السمنه البلدي والكسكسي، وحتى الحلويات فتحوا قسم ليه. لا بصراحه مش اعلان ولا اي حاجه، هو المكي مش محتاج عندنا في المنطقه ان هو يبقى ليه اعلان، هو زي النار على العالم زي ما بيقولوا، مشهور جدا جدا جدا، بس بجد لازم يعني الحاجه الحلوه نقول عليها حلوه. السمنه البلدي دي انا كان بقالي كتير جدا، يعني بابايا كان بيجيب لنا حتى في البيت، كان بيجيب لي هنا حتى بعد ما اتجوزت كمان وخلفت، كان بيجيب لي نوع سمنه بلدي، وكان بيجيبها من واحده فلاحه وواحده مش عارفه بتربي الفراخ، هو بابا دايما بيحب الحاجات دي، يعني يجيب الفراخ البلدي من واحده بتربيهم، فاهمين؟ مش من فرارجي. بيجيب السمنه البلدي من واحده برضو فلاحه، طبعا احسن ناس على راسنا الفلاحين كلهم، واحنا يعني منهم، يعني الصعايده والفلاحين واحد. المهم فبرضو ما عجبتنيش، برضو قدحناها وعملناها وطلعنا المرطه، لا بصراحه كان زمان قوي قوي في بيت ابويا وامي قبل ما اتجوز، كان بيجيب لنا سمنه كده يا بابا، كانت ريحتها بتبقى خطيره. هي دي السمنه اللي لو قليتي بيها بالطين ريحتها تشمم العماره كلها، تفحفح كده زي ما بيقولوا في العماره كلها، تحفه تحفه تحفه. هي دي السمنه، لو حد من المكان اللي انا فيه هيعرف ايه هو البان المكي، هو فيه منه فروع كتير. لو قريتي بيه بالطين، لو عملتي بيه اي حاجه، وانت حطيتي معلقه كده على وش الفول، يا خرابي انا مش قادره اقول لكم، هي دي طعم السمنه البلدي الاصيله بتاعتنا بتاعت زمان، هي دي خطيره، وهم سمنه وهم. وزيت الزيتون برضو اللي بستخدمه، بصوا انا بابايا برضو بيتعامل مع شركه، انا بحطه هنا وبحاول اغطيه بكيس اسود، لا اما لو ما غطيتهوش بكيس اسود، شايفين لونه عامل ازاي؟ في سكه مراره، هي سكه المراره دي معنى كده ان هو معصور على البارد. اعرفي كده زيت الزيتون بتاعك تحطيه في مكان غامق، لا تغطيه بحاجه سوداء. انا حاطاه هنا عشان الكميه كانت كبيره شويه على الازازه بتاعت زيت الزيتون، فقلت احط كله هنا، وبحطه في الضرفه كده، يعني ضرفه المطبخ كده بحطه فيها وبقفل علشان خاطر
النور ما يتعرضلوش. يعني انا طلعته بس معاكم دلوقتي، لا اما بغطيه بكيس اسود وبحطه برده في الضرفه، بس انا عندي الضرفه اللي هي الماجنتيك دي، يا رب تكون ظاهره لكم، فهي مش بتدخل اي نور، فاهمين؟ هي مقفوله مفيش خلاص كحل كده جوه، فبحط فيه زيت الزيتون. عايزه بقى اقول لكم معلومه حلوه قوي على زيت الزيتون. زيت الزيتون يا جماعه، زيت الزيتون خطير خطير خطير. انتي زيت الزيتون ده لو عملتي بيه اكلك كله، والنبي الفشار، والله العظيم خدوا مني المعلومه دي واعملوها، ولو طلع ليه طعم، عشان عارفه ان زيت الزيتون ليه طعم، بس انا عملت بيه الفشار، عملت بيه الاكل، ما قلتلهمش ان انا طابخه بزيت زيتون، ما قلتلهمش عشان الناس اللي ما بيحبوش زيت الزيتون. انا بتكلم في ناس كتير طبعا بيطبخوا بزيت الزيتون، وفي ناس كتير طبعا بيحبوا زيت الزيتون، بس انا بتكلم عشان في ناس تانية. يعني مثلا جوزي كان مستغرب قوي، زيت زيتون ايه اللي هتطبخي بيه؟ ده يتحط على الجبنه، يتحط على الفول، لكن تطبخي احنا معروفه عندنا انا لا بطبخ بالسمنه البلدي لا اما بزيت الزيتون برده، عشان ايه؟ اقتصد شويه، خصوصا الفتره دي بحط معلقه زيت زيتون على معلقه سمنه بلدي، بيديني يعني اكل حلو قوي، طعم السمنه بتبان، وبرده ايه، زيت الزيتون ما بيعملش طعم تماما ولا ريحه. قليت بيه الفشار، حطيت معلقتين كبار زيت زيتون على ربع كوبايه من الفشار، ذره الفشار. انتوا مش فاهمين الفشار طلع حلو ازاي. طبعا ده ينطبق على نوع برضو الفشار، انك تجيبيه من حد موثوق منه وحد كويس، بس بالله عليكم بلاش الضحى، اوحش نوع ممكن تجيبوه في الدنيا، اغلى نوع وناشف جدا ومش حلو تماما، حتى لو حطيتي فيه كيلو زيت بيبقى ناشف برضو مش حلو، والدرايه كبيره كده مش عارفه فيه ايه. لكن هاتيه من عند العطار، بس عطار يكون نظيف. احسن ذره تجيبيها ذره فشار، ذره العطار، لان انا جربت كل الذره، يعني جربت كذا نوع اكياس اللي هي الشركات المعلبين، برضو ما كانش حلو معايا تماما. فزي ما بقولك كده، زيت الزيتون اعملي الفشار بيه، اعملي بيه كل حاجه، والله لو طبختي بيه كل الطبيخ. انا برضو عايزه اعمل لكم سلسله فيديوهات كده للبنات الجديده عن موضوع الطبيخ، وعن موضوع ازاي الرز يطلع معاكي مفلفل. انا بقول لكم كل التريكات اللي انا وقعت فيها. عارفه لما تخشي بيت زمان كده، يبقى ريحه طبيخ امي وامك وريحه طبيخ ستك، في ريحه طبيخ كده. يعني في بنات دلوقتي من كتر عمايل المكرونه البشاميل والفوتوتشيني والبيتزا والحاجات دي كلها والوصفات الجديده اللي طلعت، ما بقيناش نعمل الطبيخ بتاع زمان، مع ان جوازاتنا هم اصلا تراديشنال جدا، يعني زي ما بيقولوا ايه، يعني زي ما بيقولوا تقليديين جدا، يعني بيحبوا الطبيخ والرز ابو شعريه والاكله ابو صلصه، الباميه وطاجن الباميه والليله دي كلها، والفاصوليا البيضاء والفاصوليا الخضراء والسبانخ، ايا كان نوع الخضار، والكوسه، ايا كان نوع الخضار. يعني حتى لو في بيحبوا منهم وفي ما بيحبوا نوع واحد بس منهم، بس على الاقل تعرفي التسبيكه الصح اللي كانت ستك بتعملها، اللي كانت بتخش تشميها من على اول الشارع كده وانت رايحه لستك، عارفاها؟ لان دلوقتي مش كله بقى يعرف الكلام ده. عايزه ابقى اعمل معاكم برده فيديو، اعمل معاكم حتى نوع طبيخ واحد، وهو نوع واحد هتعرفوا تعملوا منه جميع انواع الطبيخ، هي طريقه واحده بس سهله وبسيطه. بس برضو عايزه اعلم البنات الجديده، لان انا برضو الحاجات دي في الاول ما كنتش اعرفها، انا كنت فاكره دي حاجه هبله، يعني ايه الطبيخ ده حاجه كده شويه صلصه على شويه خضار وخلاص، شويه رز بشعريه. عايزه اقول لكم ان الرز بشعريه ده عشان يتظبط معايا وما يعجنش، لا اما ما ينشفش، قعدت سنه في اول الجواز بالظبط علشان خاطر اعرف اظبط الرز بشعريه والكشري. بس اول ما اتعلمتهم وعرفت تركاتهم بصراحه بيبقوا ولا اسهل، بيبقى اسهل ايامي اللي بعمل فيها الكشري واسهل ايامي بتاعه الطبيخ. هي تركات سهله جدا، بس مش قادره اقول لكم بتفرق ازاي مع جوازاتكم كمان، بدل ما كل شويه كل شويه احنا لو هنيجي على هوانا هنعمل فوتوتشيني وهنعمل لازانيا وهنعمل بيتزا بس هم برضو يعني محتاجين روح امهم كده في البيت. يعني يجي كده، كان يجي من بره يلاقي صينيه البطاطس على مش عارفه اللحمه، صينيه البطاطس باللحمه، رز المعمر، طاجن الباميه، طبق الكوسه، طبق الباميه العاديه حتى من غير طاجن، التسبيكه اللي هي مميزه دي بتاعت ستي وستك بتاعت زمان، دي برضو محتاجين نتكلم عنها، ومحتاجه اعمل لكم فيديو مخصوص واوريكم طريقتي في الطبيخ ايه. ومش طريقتي، هي بصراحه طريقه امي وستي، انا خدتها منهم وجايه عشان اعلمها برضو للبنات اللي كنت واحده منهم في يوم من الايام، وكنت بتسوح مع جوزي ان انا يعني مكرونه بشاميل احلى، طب ما اللازانيا احلى، ما الحاجات دي، اما البيتزا تحفه خطيره، بانيه ومكرونه. بس خلاص بقى في وقت بيبقى ستوب بقى، خلاص انت لازم تعملي انت الاكل بقى بتاع امك ده، مهما عملتي له اكل الكافيهات والمطاعم اللي كنت بتروحيها قبل الجواز وعجبته، خلي بالك هتعجبه جدا، ويقول لك ايه ده يا بنتي اللذينه، ايه الجمال ده وبتاع. بس هو
بس هو بيحن برضو الاكل امه، وهيرجع برضو بقى في الايام العاديه، يعني هيحبها مره مرتين ثلاثه 10. اول سنه سنتين ثلاثه، بعد كده هيبقى عايز يعيش بقى زي ما كان عايش، عايز يرجع يلاقي طبق الرز، طبق الملوخيه، طبق الباميه، طبق الفاصوليا، طبق اللوبيا، عايز يرجع بقى يلاقي الطبيخ بقى بتاع امه بتاع زمان. لكن احنا لو علينا نقضيها مكرونات 24 ساعه. انا فاهماكوا انتوا يا بنات، انا فاهماكوا اللي لسه متجوزين، انا فاهماكوا. يلا بقى تعالى اوريكم. بصوا بقى، انا بصراحه بحب مكرونه حوا اكتر من ملك. يعني المكرونه اللي هي الصغيره دي بحبها اكتر كمكرونه عادي بنشا ذره عادي. لكن انا كهاله انا بحب استخدم روجينا ليا انا ولولادي، بس اوقات بستخدم لهم ده مع باباهم. انا بقى هي حوا اهي، انا بحب استخدم روجينا، وبحب استخدم ايطاليانو، لا اما ميلانو. في واحده اسمها ميلانو برضو اهدى في السعر شويه من ايطاليانو. ليه بقى؟ لان انا عندي شويه مشاكل كده في مقاومه الانسولين والغده الدرقيه، عندي شويه مشاكل كده، ابقى اكلمكم عليها بعدين، بعمل لكم فيديو برضه احكي لكم المعاناه اللي انا عانيتها. بس الحمد لله يعني الحمد لله يعني ربنا دايما لطفه بيبقى سابق البلاء، دايما لطف ربنا بيبقى سابق البلاء. عايزه ابقى اكلمكم برضه على الموضوع ده. فانا لازم ما ينفعش اكل مكرونه، ما ينفعش اكل عيش، يعني باكل رز عادي، حتى الرز الابيض باكله. باكل مكرونه مش اللي هي بالنشا الذره، لا باكلها بالسيمولينا، لا اما مكرونه شوفان. لا هبقى اوريكم برده انا بس مش متاح النهارده عندي، بس هوريكم برده النوع اللي بستخدمه. انا بحب الاسباجيتي جدا جدا، الصغيره دي برده بتبقى خطيره. وهبقى اعمل معاكم برده مكرونه الحله بالمكرونه الصغيره دي. مش قادره اقول لكم اللي دقها مني، اللي ما دقهاش مني ما كانش مكرونه حله واحده قبل كده. دي مكرونه ال10 دقايق دي انا بعملها، عارفه السهل الممتنع، بعملها ارديحي ومن غير افتكاسات كتير، وبتاخد 10 دقايق مني حرفيا على النار. لا خطيره خطيره. انا اي حد دقها مني، يعني اختي كانت جايه لي بتقول لي كنت واخداها من واحده كده برده على النت، بس عجنت مني وكانت متضايقه قوي. لا اتعجن منك يا بنتي، اسمعي كلامي، ما تعمليش مش عارف ايه. قعدت اقول لها اصبري انت ما اكلتهاش مني قبل كده. دخلت عملتها لها في 10 دقايق، كانت بترقص. احنا عيله بنرقص لما الاكل بيعجبنا بصراحه، كانت بترقص من الفرحه. فانا برضو ابقى اعملها لكم قبل كده بعد كده، يعني في فيديو تاني ان شاء الله لوحده. انا النهارده بس جايه اقول لكم الحاجات المفضلات اللي عندي، والمفضلات برضو اللي مش يعني الحاجات برضو اللي انا ما بحبهاش. ما بحبش المكرونات السايبه تماما. المكرونه السايبه بتعجن، يعني معرفش، انا بجيب من احسن عطارين، يعني احسن عطار عندنا جبت منه المكرونه ما ارتحتلهاش. هي ارخص شويه بس بتعجن، مليانه نشا. الميه اللي بغلي فيها المكرونه مليانه نشا. انتوا حاولوا، عشان عارفه الميزانيه الفتره دي صعبه جدا، بس انتوا حاولوا تقللوا كميه النشويات في الوجبه عشان الميزانيه، وكمان عشان هي مش حاجه صحيه. يعني كتروا، حطوا مثلا بدل حصه النشويات طبق مكرونه، خلوا نص الطبق مكرونه ونصه سلطه، فاهمين؟ وايا كان بقى اللي جنبه ايه من البروتين بقى، فراخ، لحمه، بيض، سمك، ان شاء الله ايه، اي حاجه ان شاء الله. البيض دلوقتي بقى يعني ان شاء الله، كان زمان بنقول ان شاء الله بيض ده يعني حاجه رخيصه، دلوقتي شوفوا البيضه بقت بكام. يلا الحمد لله، خير ان شاء الله، رب الخير ما بيجيبش الا الخير. بس انا برضو حبيت اقول لكم ان المكرونه دي هي طبعا مكرونه الكشري. الاثنين دول عملت لكم بيهم الكشري قبل كده، خشوا برضو شوفوا فيديو الكشري بتاعي جاحد. واللي جوزها انف زيي تجرب طريقه حمص الشام دي وتيجي تقول لي قال لها ايه. اللي ما كانش بيحب البصله والطماطم خليه يجرب كده، وتعالي قولي لي قال لك ايه. المهم خلينا بس في الفيديو بتاعنا هوريكم برضو دلوقتي. انا اللي باقي معايا يعني استنوا، انا بس بحاول اجيب لكم اهو لسان العصفور اللي انا بقى ممكن اكل منه برضو. هي اللي عنده اطفال فاهم ان الدنيا بتبوظ كده، كل حاجه بتبوظ دقيق بقى وبهدله. هي ممكن اكل من دي عشان دي روجينا سيمولينا او شوفان زي ما قلت لكم، بس ما ينفعش اكل من دي العادي عشان انا عندي كذا مشكله كده يعني مرضيه. ادعوا لي ربنا يشفيني ويشفيكم ان شاء الله، ويشفي كل مريض ان شاء الله يشفيكم يا ربنا، ما تشوفوا مرض ابدا. بس مؤخرا كده عشان كان عندي ازمه وكده، وفاة حد قريب، كان اول مره في حياتي احس الاحساس ده. كنت بسمع عنه بس اول مره في حياتي احس ان فعلا الفراق. يعني اعرف انا كنت عارفه الموت، وعارفه ان في حاجه اسمها موت وربنا يرحمه، وستي ماتت ربنا يرحمها، وخالته
ماتت ربنا يرحمها يا رب. وزعلت على خالته قوي، كنت حامل ساعتها في الثامن وماتت. انا قمت اتنططت، نسيت ان انا حامل. انا حرفيا كنت يعني ابني فعلا كان في خطر فعلا، وجوزي قعد يمسك فيا عشان خاطر ما يعني فعلا ما ينفعش اللي انا كنت عملته ده. وقعدت اصوت وجالي هستيريا، مع ان انا مش طبيعي، يعني انا مش طبيعي، انا باخد الحاجه على فاهم بهدوء كده ومش عارفه ايه. بقيت من ساعتها بقى عندي فوبيا. حصل بقى رمضان اللي فات وفاة اخويا. رمضان اللي فات ده انا فاكره كويس قوي، كان 22/4 يوم 21 رمضان وفاة اخويا. ده بقى من بعديه انا ما بقتش انا، يعني اي حد يعرفني عارف ان انا اتغيرت حتى بعد ما يعني الموضوع. طبعا مش هقدر اقول موف اون، ومش هقدر اقول ان انا اتخطيته، هي دي الحاجات دي ما بتتخطاش، الحاجات دي بتبقى جوه مدفونه كده، بنضحك وبنهزر وبنخرج وبنروح وبنيجي وبنعيش. بس مفيش حاجه زي الاول، يعني اللي هيفهمني اللي جرب ان حد بيحبه او حد من بيته سواء ابوه وام اخواته، مش اي حد تاني. يعني اي حد تاني هتزعلي، خصوصا لو قريب منك ممكن تنهاري، ممكن يجيلك اكتئاب فتره، بس هتحاولي تتخطي، هتحاولي تعدي، وبرده مش هتنسي. ده اللي حصل معايا مع خالته برده ومع تيتا. لكن مع ان خالته كانت قريبه جدا بس اخويا الموضوع كان مختلف تماما. الموضوع انا ما بقتش انا حرفيا اللي هيفهمني اللي مجربين، يعني اللي عارفين ده ربنا يا رب ما يكتبها على حد ابدا، بس ابتلاء ما عرفتش اتعدى منه غير لما جالي كذا مرض. مش لازم ادوش دماغكم بيه، يعني دلوقتي احنا بكلمكم عن المكرونه والاكل والكلام ده، فمش لازم ادوش دماغكم بيه، بس يعني ده اللي حصل. الحمد لله على كل حال. ان شاء الله هو في مكان احسن، واتشاف له كذا رؤيه ان هو في مكان احسن، عشان هو كان كويس قوي قوي قوي. وهو ربنا ما بياخدش غير الكويسين. بس خليكم بقى معايا اشرب ميه بس، ونسترجع كده موضوع المكرونه، واقول لكم برده نوع الرز اللي انا بحبه والكلام ده. انا مبسوطه انا بتكلم معاكم النهارده، يعني مبسوطه جدا، انتوا مش فاهمين حاجه، كنت محتاجه اتكلم بجد. خليكم معايا اشرب بس. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني الناس الحمد لله، الناس الجميله اللي عندي على القناه دي، انتوا مش فاهمين انتوا بتعملوا فيا ايه، انتوا مش فاهمين انا بحبكم قد ايه بجد، انتوا مش فاهمين. ليه بقى؟ لما بحس انا متضايقه باجي اطبخ طبخه وبنزلها، اشوف كومنت واحده منكم، وفي برضه ناس رجاله افاضل محترمين بيكتبوا لي، بتبسط. انتوا مش فاهمين الكومنت الحلو ده ممكن يعمل ايه في بني ادمه او بني ادم عامه، يعني راجل او ست. الكومنت الحلو يا جماعه ربنا بتاخدوا مني كميه دعاوي ان ربنا يردها لكم في حياتكم ويسعد قلوبكم وفي ولادكم. لا انتوا مش بجد مش فاهمين ان الكلمه تقدر تغير مود بني ادم، ممكن اصلا تغير بني ادم من مثلا يكون رايح ينتحر ويروح يجيله امل للحياه جديد، لا وكمان يبقى مبسوط وفرحان وعنده بهجه للحياه في كلمه واحده بس انت ممكن تقوليها في كومنت. وفي نفس الوقت برضو كلمه تانية ممكن تقوليها في كومنت وانتي قاعده ورا التليفون ما تكونش حلوه، ممكن تدمر بني ادم حرفيا، لو هو كان في وقت ضعف، لو هو كان تعبان نفسيا الفتره دي، او لو هو بني ادم بطبعه شخصيته ضعيفه. فبالله عليكم يا جماعه كتروا من الكلام الحلو كده، وما تنتقدونيش في اي حاجه، قولوا لي عليها كده. يعني لو شايفين حاجه غلط او حاجه مثلا كده قولوا لي عليها بشكل لطيف. يعني اصحاب القلوب الرحيمه اكلمكم، اصحاب القلوب القاسيه لا مش عايزاكم خالص، مش عايزاكم مع عندي خالص. لكن الناس الحلوه بتاعتنا ما فيهاش قلوب قاسيه، انا عارفه ان اللي عندي كلهم ناس محترمه وافاضل وزي الفل. دي بقى ايه، هو كده جاب لي كميه، معرفش ليه هو بيحب السباجيتي زيي برضو، جاب لي كميه من دي وما جابليش انا. يعني هو جايب مكرونه ليه ولعياله ونسينا انا، ما جابليش انا المكرونه بتاعتي. هو عارف ان انا ما ينفعش، ده كلام دكتور مش انا والله، ولا دايت ولا حاجه، كده الامراض اللي عندي ما ينفعش فيها خس تماما، بالعكس بملى. يعني بكلمكم زي ما قلت لكم عنها، ومش عايزه ادوي دماغكم بصراحه. اللي عايز يعرف يعني ويعرف تجربتي فممكن يقول لي واقول لكم، واعمل لكم فيديو نتكلم فيه مع بعض، اطلع لايف كمان. بس انا دلوقتي الشكل مش عاطفي، الشقه لسه محتاجه ترويق ولسه كنت بحمل عيال وبتاع، يعني دماغي فيها مليون حاجه، مش جاهزه يعني اطلع معاكم لايف وكده. لكن لو عايزين نطلع لايف ونتكلم مع بعض قولوا لي واطلع معاكم لايف. تمام. ايه اللي هو حاجات اللي هو بيحبها، جايب الحاجات اللي هو بيحبها. لازم انا انزل اجيب انا مكرونه كده القلم عشان عايز مكرونه بشاميل. ما هو برضه ليه افكار صعبانيه. عايزه نشوف جايب ايه تاني. على فكره انا بشوف الكيس معاكم لاول مره، يعني انا ما شفتوش قبل كده والله.
دي اول مره لسه جايب الحاجات دي امبارح بالليل، كان راجع متاخر عشان هو سفر وكده ربنا يعينه. لسه الحاجات دي كان جايبها بالليل وانا لسه مفضيها معاكم النهارده. طبعا صحيت، اللي عنده عيال زيي عندهم ولاد ربنا يحفظهم يا رب، يرزق كل يا رب مشتاق، يا رب يرزق كل مشتاق للاطفال، يرزقوا يا رب بدل العيل 10 يا رب. واللي عنده عيال طبعا عارف ان هي بنصحى اصلا يومنا مش بتاعنا، ربنا يحفظهم يا رب يبارك في عمرهم. بس لسه دلوقتي فايقه ابص الحاجه واشوف جايب ايه. جايب كذا واحده قلم عشان هو بيحب الفاشن اهي. هوريكم بس الكيس. جايب ملح، وعارفه ما بستخدمش الملح ده الملح اللي انا بستخدمه بصراحه. كل حاجه مبهدله، لسه هنروق ولسه هننضف كل ده. لو عايزين برضو تشوفوا روتين نظافه المطبخ قولولي واعمله معاكم. انا بحب اجيب النسكافيه ده بصراحه اللي هو الصغير. ليه؟ بحس الكبير، انا كنت بجيب العلبه الكبيره، انا بحب جولد يعني، بحس جولد احلى بكتير من النسكافيه التاني. معرفش ليه، بحس ان انا قاعده في ستاربكس بشرب قهوه يعني، بشرب نسكافيه. لكن لما أو سواء ايس كوفي او اي حاجه، لكن لما بشرب النسكافيه التاني بحبه على فكره، وقعدت فتره اشربه كبيره يعني. بس معرفش برجع لده تاني، بحس ان انا ما شربتش نسكافيه قبل كده، فهو فعلا بيفرق. معرفش بقى الفكره في الحبه الكبيره ولا ايه. المهم كنت اقول لكم ايه؟ ايوه مش عارفه، عايزه اقول لكم مليون حاجه، فكل الحاجات بتخش في بعضها. المهم البرطمان الكبير لما كنت بجيبه كانوا اخر ربع برطمان كده، كنت تحسيه مش طازه يعني، من كتر ما هو بيقعد كتير يعني. مع اني بستخدم النسكافيه يعني، ممكن اعمل كوبايتين في اليوم نسكافيه من كتر ما انا بحبه. ممكن اعمل واحد ايس كوفي وواحد هوت عادي. بس من كتر برضو يعني، برضو بصي بخش في كذا حاجه. المهم البرطمان الكبير اخر حبه بتحسي طعمه مغير. هي الفكره ان هو قعد كتير فتركن كتير، فلا انا بقيت احب بعد كده، معرفش طعمه بيبقى فيه ايه، بس مبيبقاش طازه كده، مبيبقاش فريش، فاهميني؟ لكن الصغير ده بجيبه يخلص واجيب، فاهمين؟ يخلص واجيب، وطعمه بيبقى لحد اخر كوبايه، لحد اخر كوبايه. مين بقى بيشرب طعمه بيبقى اخر لحد اخر كوبايه، طعمه بيبقى فريش وتحفه؟ اكلمكم بقى مين بقى، عشان انا بخش في مليون حاجه. مين بقى زيي اصلا بيعمل كده؟ اكيد طبعا في منكم كتير، اكيد مش لوحدي يعني اني هبقى بخش في مليون موضوع. مين بقى ما بيعرفش يشرب النسكافيه او الشاي بلبن؟ ماليش في الشاي بلبن قوي، جه فتره في حياتي بشربه بس الفتره دي مش قوي يعني. بس النسكافيه معايا على طول يعني. مين بقى بيجي يشرب النسكافيه لازم يشربه في مج؟ مين ما بيعرفش يشربه في كوبايه؟ انا المجات بتاعتي اتكسرت، ربنا يحفظهم ولادي برضو ولاد اختي ربنا يحفظهم يا رب. كسروا المجات كلها يعني. انا مثلا بسم الله الرحمن الرحيم كده، بنت اختي جت كسرت لي 2 في وقت واحد مع بعض كده. كنت لسه جايباها الطقم جديد، كان فيه 4، كنت فرحانه بيهم قوي قوي قوي. كان فيه 4 كده، كان المج مالي مركزه كده، كنت جايباهم من ايكيا، والمج كده مالي قيمته كده، تحفه خطير. فطبعا في نفس بعدها ما كملش شهرين مثلا كان عندي 2 تانيين. ابني ربنا يحفظه كسرهم لي برضو في نفس، ما اعرفش بيتكسروا مع بعض ليه، انا مش فاهمه. ما ادانيش فرصه حتى، فاهم؟ بيدونيش فرصه حتى اخبي واحد اخلي هما مع بعض بيتكسروا. فالمهم يعني ربنا يحفظهم ويخليهم يعني يكسروا اللي هم عايزينه، المهم يكونوا كويسين. ايه ده؟ المهم يعني انا حسيت في حاجه في ايدي كده، فقلت اشيلها، برضه لسه موجوده. المهم فانا بقى الفتره دي ما نزلتش، بقى لي كذا فتره كده ما نزلتش، فما جبتش مج. وانا بحب انا انقيه يعني، انا ما حدش يجيب لي مج يعني، انا اللي انقيه، لان ممكن اللي تجيبوا لي هركنه وما اشربش فيه. وممكن اجيب 10 مجات مثلا وهو واحد بس اللي افضل عليه العمر كله ما اشربش غير فيه يعني. انا بعشق حاجه اسمها مجات، احب اشوفهم. كنت عايزه اعمل اصلا كوفي كورنر بسبب موضوع المجات ده، بس برضو خفت اعمله بصراحه عشان ولادي برضو عادي جدا ممكن يكسروه في نفس الوقت. فبقيت اخبي كده حاجه القهوه او النسكافيه وبتاع في ظرفه من المطبخ، بس الحمد لله بيطلوهم وبيكسروهم. فالمهم انا عايزه انزل انا واجيب المج بتاعي بنفسي قريب ان شاء الله. هنزل وهبقى اصور لكم برضو، اعمل لكم فلوج واقول لكم المجات اللي بحبها، شكل المجات اللي بحبها، واشوف لو في حد فيكم زيي ولا انتوا بتحبوا اشكال تانية او كده يعني، وتنقوا معايا كمان عشان انا برضو ببقى محتاجه اخد رايكم. المهم زي ما قلت لكم ده النسكافيه اللي بستخدم الصغير. وهيلثي سبريد يا جماعه، هيلثي سبريد لانه ممنوع من السكر. الابيض برده صحيا مش دايت خالص، لان انا كده كده زي ما قلت لكم الحرق عندي اصلا مش شبه واقف، هو فعلا واقف. مع اني يعني انا اصلا رياضيه، بلعب رياضه وكل الكلام ده. وعرفوني برده اقول لكم لو عايزين اتكلم معاكم انا ازاي خسيت من بعد الولاده 30 كيلو الحمد لله يعني. والمرض جالي بعد البتاع ده، بس انا كنت 100 وحاجه وانا حامل، فعشان كده وانا حامل في ابني كنت 100 وحاجه.
فعشان كده لو حد عايز يعرف يعني الخطوات اللي مشيت عليها، اصلا بعد الولاده على طول انت بيبقى جسمك عايز يخس، هو مليان ميه، ميه معبي حاجات، فهو اصلا بيبقى نفسه ان هو يخس، فانت اي حاجه هتعمليها هتخسي. فلو عايزيني اكلمكم برضو عن الموضوع ده قولوا لي، اطلع اوريكم، اعمل لكم يعني فيديو كده مخصص للموضوع ده. هيلث بريد بقى هي طبعا غليت قوي دلوقتي، فالمعلقه منها بحسابي، احنا بنجيبها ناخد منها معلقه، هي معلقه اللي بتتاخد منها وبنغطيها كده زي ما هي، يعني انا حاطه فيها معلقه. ملاوي اهي، حلوه جدا ما شاء الله ما شاء الله يا حبيبتي، يعني كلامنا خفيف عليكي. معلقه بتتاخد وبتتساب كده على كده. الميه المعدنيه دي لابني الصغير علشان خاطر هو لسه صغير ما بيشربش ميه، لا اما بغلي له ميه بصراحه، اوقات بغلي له ميه في الكاتل وبسيبها له تبرد، بس انا بصراحه بنسى، فبجيب له الميه دي وهو صغير، فبيقعدوا معاه كتير قوي، يعني بيقعدوا معاه كتير. يعني مثلا الازازه دي كنت جايبها له بقالها حوالي اسبوع لان هو صغير قوي ما بيشربش كتير، ودي كانت بتاعت اختي طبعا قفشتها منها، كانت جايه لي بعد الدروس، يا ثانويه عامه ادعوا لها يا جماعه والنبي ربنا يعدها لها على خير. بتكلم بسرعه قوي مش عارفه ليه. تعالوا بقى احكي لكم الحكايه بتاعت الفازه الحلوه دي. بصوا بقى، الفازه دي بابايا بيسافر طول عمره، بيسافر هو بيسافر بلاد دبي، الصين، تركيا، هو بيسافر شغله يعني، ربنا يا رب يحفظه. كان زمان يعني بيسافر مش دلوقتي، بيسافر الاماكن دي ايام بقى الاستيراد ما كان مفتوح والحاجه مفتوحه والخير كان كتير، يلا الحمد لله. مش يا جماعه في ايه، هي الخير ماله، الخير موجود في ايه احنا قلنا حاجه، بس يعني كان زمان الحمد لله كانت ايام جميله. فبقى ده شاي اخضر، شايفين هو شاي اخضر صيني، هبقى اعمله برده معاكم. بصوا الشايه شكلها، بصوا الشوكولاته ملت ايدي، شوكولاته مليانه في ايديا، ماشي. شايفين الشاي شكله عامل ازاي؟ يعني انا كنت بستخدم شاي المعبد وكنت بجيب شاي اخضر من امتنان برده، كان مبيبقاش شكله كده خالص. الشاي يا جماعه هوريهولكوا اقرب. هو جاب لي، هو عارف ان انا من زمان، هو انا بحب الرياضه، بحب الشاي الاخضر، انا بحب اللقطه دي قوي قوي. ف ما بحبش الرياضه القويه قوي يعني، على فكره انا ممكن العب مثلا امشي نص ساعة، بس بيفرق سما وأرض في صحتي وفي نفسيتي وفي كل حاجة. ممكن مثلا أعمل شوية تمارين مقاومة، ممكن أقول لكم الحاجات برضو اللي بعملها، أعمل مثلا تمرينتين 3 يعني ممكن ما يكتروش عن 4 تمرينات، بس هما اللي بيجيبوا الفايدة. أنا طول عمري بحب الحاجات اللي تجيب من الآخر، يعني ما أعملش تمارين كتيرة قوي واخد نتيجة 3 تمرينات مثلا اللي هما النينجا بتوع التمارين، فاهميني؟ يعني مثلا النينجا بتاع تمرين الرجل تمرين معين، وفي تمرينات كتير يدوني الافكت بتاعه او التاثير بتاعه، لا انا اسيبه كله واعمل التمرين الواحد ده حتى لو صعب، بس هو تمرين واحد، بحب اوفر على نفسي وقت ومجهود وكلام من ده. المهم نرجع لكلامنا تاني، هبقول لكم برده لو عايزين اكلمكم عن الحاجات دي، بحبش اتعب نفسي قوي في نفس الوقت اخد النتيجه الكويسه بمعنى صح يعني. بصوا بقى الشاي الاخضر عامل ازاي. الفكره بقى ان في الصين بابايا قال لي لما جيت اشربه هناك حطه بالظبط كده، يعني بابا مسك ايديه مسكه وعمل كده بالظبط عودين كده، او ممكن بصوا يعني عشان ايه برضو كده، وماله مج كبير ميه، ودي بس لان هو زيت شاي اخضر قوي جدا. انتوا مش فاهمين هو كتير، مش عارفه اطلعها بس من البرطمان، هي بتيجي هنا يعني، هي بتيجي كده في الفازه دي، كان برضو في كانت في علبه كده، بس انا نسيها، هي بقالها سنين عندي حرفيا، بقالها سنين، لان انا باخد الكميه، لان هي تقيل جدا، انت بتاخدي كميه قد كده وتقيل تقل مش قادره اقول لكم، وبيتحط كده وتحسي ان عارفه بعد ما تاخديه ان هو فعلا بينقيكي، خصوصا لو خليتي الميه تهدى شويه عشان فيتامين سي طبعا كلنا عارفين، ما ينفعش يتحط على ميه سخنه بيتبهدل خالص، ما بيديش اي تاثير. بخلي الميه تهدى وبحط فيه سلايس شريحه من الليمون او شريحتين من الليمون، وهو ده الغطا بتاعه كده. مش بقول كل حاجه عايزه انضفها، انا مش عارفه اعمل بصور معاكم قبل ما انضف ليه، انا بصور معاكم الاول عشان ما اتعبش بعد النظافه، بعد نظافه المطبخ، وفي الاخر ما اصورلكوش الحاجات اللي انا عايزه اقولها لكم، او بصراحه كنت عايزه اتكلم معاكم بامانه يعني، عشان برضو ايه، فقلت نتكلم واقول الكلمتين، بقالي كتير ما نزلتش وبقالي كتير ما شفتش حد، فاتكلم كده معاكم، استحملوني بقى واقول لكم الحاجات ايه اللي بحبها واللي الحاجات اللي ما بحبهاش. اول حاجه المكرونه يا جماعه، ثم المكرونه، انا اصلا عامله الفيديو ده عشان اكلمكم على الحاجات دي، وعشان برضو اتكلم معاكم زي ما قلت لكم. المكرونه يا جماعه بتتعمل ببصل، والله المكرونه بتتعمل ببصل. انتوا عارفين الايطاليان نفسهم بيعملوا المكرونه الصوص الاحمر مش الابيض، انا بتكلم دلوقتي على الاكلات التقليديه، النهارده كل اكله تقليدي، عايزين اكلمكم برضو ممكن على البشاميل والكلام ده، بس دلوقتي خلينا ايه، الصوص الاحمر يا جماعه
الصوص الاحمر ببصل، يعني بتشوحي البصله تدبل تصفر، ما تتحرقش ولا تحمر ولا تبقى حتى لونها اصفر غامق، تصفر بس. وتنزلي نص كيلو طماطم، بصلايه متوسطه، نص كيلو طماطم، تعمليهم في الكبه او في الخلاط، والميه بتاعه المكرونه تكون معلقتين 3 يمشوا بس الخلاط او الكبه، يمشوهم بس. لكن ما بتحطيش ميه كتير. المكرونه غير الكشري، الكشري بنحط للنص الخلاط ميه مثلا، لكن المكرونه لا. اعملوا، انا كنت عامله لكم فيديو للموضوع ده، بس برضو لقيت ناس كتير، يعني بقالي فتره بشوف فيديوهات مكرونه بتوم. في ناس كتيره في مصر انا عارفه، كمان عندنا في مصر، ما اعرفش البلاد اللي بره بصراحه بيعملوها بتوم ولا ببصل، بس في ناس كتير عندنا بيعملوها بتوم، هي بتبقى تمام يعني تمام. بس الايطاليان نفسهم والطعم، جربوا المكرونه ببصل. يعني انا كل اهالي الناس اللي اعرفها بيعملوها بتوم، الا امي ربنا يكرمها ان هي علمتها لنا ببصل. عشان كده اي حد بيجي بالبصل والقرفه، اي حد بيجي يدوق او ياكل مني او من اخواتي المكرونه بيقول ايه ده، هو انتوا ازاي عاملينها؟ ادوني ريسبي بسرعه، ادوني الطريقه بسرعه. يعني ازاي بقى نحط قرفه وبصل؟ لا لا، المكرونه بالبصل في حته تالته، معروفه المكرونه بالبصل. يعني بنحط بصراحه فصين توم، بس ده في الاخر مع معلقه زيت ذره كده، بيبقى بصراحه يعني بيبقى خطير جدا، بتبقى حلوه قوي في الاخر. لا اما معلقه سمنه. غيرت كلامي في موضوع الزيت والكلام ده من ساعه اللي حصل بصراحه، بس يعني اكيد يعني انا بحاول اقنن منهم، بس اكيد ما فيش، مش هينفع امنعهم بعد ما جاب لي الكميات دي كلهم، مع اني قايله له، بس اعمل ايه؟ قولوا لي اعمل فيه ايه. المهم دي المكرونه. الطماطم بتعصجي بتشوحي البصله، تحطي عليها رشه سكر. بصي بقى التريكات بقى، بصي التريكات، اسمعي مني وادعي لي في نفس الوقت وانت تسمعي مني. بصي التريكات، انت بتعملي، بصور بقول له انت بتشوحي البصله في معلقتين زيت او معلقتين سمنه زي ما تحبي، تدبل تصفر. يعني بعد الدبلانه بتيجي مرحله الصفار الفاتح، بس كده توقعي عليها، تكوني مجهزه الطماطم قبلها زي ما قلت لك في الخلاط او في الكبه، وتوقعي عليها الطماطم، نص كيلو طماطم كده ولا حاجه. تاخد غلوه، تحطي عليها معلقه صلصه كبيره، معلقه واحده بس، ايا كان نوع الصلصه اللي عندك ايه مش هتفرق، رشه فلفل اسمر، رشه ملح، رشه قرفه. دي المكرونه البيزك جدا. عايزه تجودي بقى، تحطي اورجانو او زعتر حلبي، عشان هو احلى زعتر، هو ده الزعتر الايطالي اصلا، ما اعرفش يسموه زعتر حلبي، زعتر حلبي تمام، حط معلقه صغيره. لو جوز التقليدي ما بيحبش الافتكاسات، ملح وفلفل ورشه قرفه، او لو عندك عيدان القرفه قطعي منها حته صغيره، عشان خلي بالك العود بتاع القرفه، عيد بقول له انا في حته تانية، العيدان بتاعه القرفه يا جماعه بتدي طعم قوي جدا، فهي لا رشه قرفه لا اما قطعي حته صغيره من العود بتاع القرفه ورشه سكر، بس كده. هتدوعي وسيبيها تتسبك 10 دقايق، 5 دقايق على نار عالية او 3 دقايق على نار عالية، و7 دقايق وطي عليها النار، غطيها سيبيها تتسبك. اسلقي مكرونتك نص سوا، بلاش تبقى مهرية قوي، طعمها مبيبقاش قد كده، نص سوا، وحطي عليها الصوص ده. انا عايزاكي تدعيلي انت تاكلي جنبها حاجه من حلاوتها. لكن التوم مع مش عارفه ايه، انا مش جايه والله اهدم ثقافات عشان عارفه هتطلعوا تاكلوني، انا مش جايه اهدم ثقافات. التوم تمام، او ممكن تحطي فصين توم زي ما قلت لك مع المكرونه، مع صلصه المكرونه. بس البصل، المكرونه بالبصل يا جماعه، يعني كان كل الناس دي مكرونه ببصل ايه، يجوا ياكلوها عندنا لازم ياخدوا الوصفه وهم ماشيين، الطريقه لازم ياخدوها وهم ماشيين من حلاوتها، مش هتتخيلوا اصلا طعمها حلو ازاي. وبس بقى، فده تركاتي في المكرونه. البشاميل بقى، عشان ما في ترك كده في البشاميل، مع اني كنت عايزاها اوريدي النهارده، كنت عايزه اكلمكم قصدي في الاكل التقليدي، غير ما هو برده البشاميل تقليدي على فكره، هي اللي مش تقليدي فوتوتشيني لازانيا الليله دي، بس انا هكلمكم دلوقتي في البشاميل. البشاميل بقى يا اساتذه، انا اخترعت حاجه مؤخرا خلي في بالكم، عشان انا برضو بعمل البشاميل عادي جدا، انا زي اي ست بيت مصريه اصيله، بحط 5 معالق من السمنه البلدي، وبحط 5 معالق دقيق، وبشوحهم والليله دي كلها. بس اخترعت حاجه، عملت لقطه حلوه قوي في البشاميل، عملته على البارد. يعني مثلا اليوم اللي مش قادرين ناكل فيه اكل تقيل، بس في نفس الوقت عايزين ناكل، نفسنا رايحه للمكرونه بشاميل، والواد معدته تعباه، والراجل اللي مش عارفه بطنه وجعاه، يعني كده يعني. فنعمل ايه؟ ما اعملش مكرونه بشاميل؟ لا طبعا اعمل لهم مكرونه بشاميل. فايه بقى اللي يحصل في الامور اللي زي دي؟ بنعمل ايه؟
بغلي كيلو ونص لبن، او كيلو لبن وكوبايتين شوربه، او كيلو لبن وكوبايتين ميه مدوبه فيهم مرق الدجاج عشان تبقى شوربه، ايا كان. المهم يبقى معاكي كيلو ونص من السوائل تغليهم. تحطي 4 معالق كبار من الدقيق، وعليهم ربع كوبايه من الميه، او نص كوبايه من الميه، او نص كوبايه من اللبن زي ما تحبي. بتدوبيهم. طبعا الافتكاسه مش هنا، ده البشاميل اللي على البارد اللي كلنا عارفينه. الافتكاسه مش هنا، الافتكاسه جايه انا هقول لكم عليها برضو. تسيبيهم يغلوا على النار، وبعد كده طبعا تحطي في الاول الخليط ده وتقلبيه مع بعض كويس قبل ما تحطيه على اللبن، كيلو ونص اللبن. وبعد كده تحطي عليهم رشه ملح ورشه فلفل اسمر او فلفل ابيض زي ما تحبي. كنت اقول لكم ايه، مش عارفه تايهه ليه. المهم طبعا انتوا عايزين تقولوا لي الصوت ده مفيش صوت، ايه الرواق ده، مش عارفه ايه لكم، عيالي نايمين، فعشان كده انا رايقه جدا وقلت اتكلم معاكم شويه. المهم انت اول ما تغلي ويتقل معاكي كده ويوصل للسمك البشاميل، نرجع لموضوعنا. هتعملي بقى التركه فين؟ عايزه تحطي موتزاريلا حطي، عايزه تحطي جبنه كريمي حطي، عايزه تحطي كريمه طهي حطي. انا اوقات بعمل كده بصراحه عشان البشاميل هنا بيبقى خفيف، يعني اللي هو خفيف على القلب مش خفيف في السمك. انا كده ما بحبوش تقيل قوي، بيديني سمك حلو سمك البشاميل، بس في نفس الوقت بيبقى خفيف على القلب. بحط بصراحه عبوه صغيره من كريمه الطهي، بتديني طعم الزبده والقلي. اصل الفكره على فكره مش في السمنه، كميه السمنه 5 معالق دي على صينيه فمش حاجه اصلا، صينيه كبيره شوفي كم واحد هياكل منها، فهي مش حاجه. هي الفكره في ان الدقيق يتقلي مع السمنه، فاهمين؟ ده بقى الضرر، يعني الدقيق الابيض انه يتقلي ده المصيبه السوداء، ده بقى السرطانات ومستشفى بتاعه السرطانات بتاعه الفيروس سي ماليه الدنيا دي، بعد الشر ربنا يا رب يحفظكم ويحفظ ولادكم ويحفظنا ويحفظ ولادنا. دي البهدله، دي السواد. وبحط معلقه او معلقتين كبار من السمنه البلدي، برضو بحط معلقه ومعلقتين كبار مع كريمه الطهي. واوقات بحط بصراحه رشه موتزاريلا تديني ايه مطه كده حلوه، اوقات لا عادي يعني. بس التركه دي بتعمل لي احلى صينيه مكرونه بشاميل باللحمه، او اي بشاميل، ممكن النجريسكو ينفع معاها اي حاجه، بتبقى خطيره تحفه وهم، ومش مضره وتقيله برضو. هتديكي التقل بتاع ما انت برضو حطيتي سمنه، حطيتي عايزه تحطي 3 معالق حطي، عايزه تحطي ال4 معالق اللي كنت هتحطيهم في الاول حطيهم، بس ده بعد الدقيق ما يدوب ويتقل. يعني بعد ما تقفلي كده على البشاميل بتاعك تبقى بيولع كده، نزلي فيهم معلقتين السمنه او زي ما تحبي ايه، وكريمه الطهي، وقلبي كده ورشه الملح والفلفل. يا خرابي يا خرابي يا خرابي الطعم، هتنسي انت تعملي البشاميل ده تاني في الطعم والصحه كمان. هتوفري على نفسك تعب كتير قوي، لان احنا في زمن الامراض اصلا، يعني المناعه بقت صفر، والناس بقت تعيا من الهواء والبرد اللي كان بيجي مره ولا مرتين في السنه بقى يجي كل شهر وممكن كمان اكتر. فيعني الموضوع بقى متبهدل خالص. فاللي نقدر نمنعه نمنعه، واللي ما نقدرش يا ستي يعني حاولي تقننيه، فاهماني؟ فزي ما قلت لك كده. وحاولي برضه اقول لك على تريكه تانية في البشاميل، كل ما تقللي الملح في البشاميل، او انك ما تحطيش ماجي حطي شوربه، او ان انت تقللي ملح في البشاميل، بيدي طعم البشاميل كريمي اكتر، كانك بتاكلي كريمه او قشطه، فاهمين؟ عامله مكرونه بشاميل بالقشطه او بالكريمه، هو انت بتحسي كده. لكن كل ما تكتري ملح او تخليه حتى مظبوط، يعني حاولي تخليه دلع سنه، دلع سيكه كده زي ما بيقولوا، سنه بسيطه قوي، هيديكي طعم القشطه او طعم، هيديكي طعم كده حلو قوي. لكن حتى لو خليتيه مظبوط يبقى بشاميل عادي، بس صدقيني لو قللتيه جربيها وهستنى رايك، هيعجبك قوي. كنت اقول لك ايه بقى تاني كده؟ خلصنا من البشاميل. الرز بقى بصوا بقى، الصراحه انا الرز بجيبه من السوق، يعني مامتي بتنزل السوق ربنا يحميها ويحفظها، بتجيب حاجات وكده، فبتجيبهولي من السوق سايب، بس بتجيبولي رز زكي اللي هي الرزايه برزايتها، اوريهولكم برده دلوقتي، خليكم معايا مش بعيد. ما مش هرجع لكم ليه، يلا مش مشكله. انا ايه عايزاكم تبقوا معايا كده. بصوا شايفين الرزايه عامله ازاي؟ يا رب تكون باينه بس معاكم. ده بقى الكيلو تخيلوا بكام؟ 18 جنيه جايباه من السوق. اتحدى لو في واحده دلوقتي جايبه كيلو الرز ب 18 جنيه او لاقيينه حتى يعني. بصوا
رزايه برزايتها، طعمه حلو جدا لما بيستوي ما بينشفش او لو بيأجزز زي ما بيقولوا كده، لان انا برضو جربت الرز بصراحه لما استرخصت فتره كده بصراحه، يعني بقول لكم كل حاجه. حسيته ناشف ومأجزز كده فما عجبنيش. لكن بصوا ده، انا بس عايزه اوريكم ايه هو حلو ازاي وابقى اعمله برضو معاكم. نوع الرز مهم جدا ان الرز بتاعك يطلع نظيف ومفلفل. بعمل ايه بقى؟ انا بعمل بيزك جدا. الرز يا جماعه ايه بالله عليكم، بس عشان بتوع الشرب بس يبعدوا عني، عشان الشرب دي انا ما اعرفش تعملوا بيها الرز ليه. الرز لو ابيض مثلا من غير شعريه حطي عليه شوربه لحمه، فراخ لا، شوربه لحمه وماشي قمر. الرز الابيض بشوربه اللحمه خطير لو هتاكلي جنبيه اي حاجه. لكن هتعملي رز بشعريه ميه وش، ما تعمليش كنت هقول لك ايه، رز بشعريه ميه وش، لكن ما تحطيش عليه شوربه. بشوح الشعريه، عامل لكم برضو فيديو مخصوص عشانه. انا بشوح الشعريه بخليها لونها قمر كده، بخليها لونها اللي هي الفاتح، الشعريه الفاتحه. لكن فكره ان الشعريه انا بس ايه ملحومه علشان ابني صحي وسامعاه، فهتلاقوني ايه مش حاضره معاكم قوي، بس هروح له دلوقتي وهضطر اقفل معاكم. بس مهم قبل ما يفوق لي كده عشان ده ممكن الاقيه هنا دلوقتي. بشوح الشعريه بخليها صفرة، ما تغمقش وتبقى حمراء. وانتي اول ما حطيتي الشعريه على النار مع معلقتين سمنه او معلقتين زيت، بس اعملي بالسمنه احسن، يعني حاولوا تقللوا الزيت زي ما قلت لكم. الرز بيبقى بيتغسل في الحوض، تغسليه بقى، تنزلي النشا بتاعته خالص وتحطيه تشوحيهم مع بعض، ياخدوا 3 دقايق تشويح الرز مع الشعريه على فكره. يعني الرز ما تحطوش عليه الميه على طول هيعجن منك، تشوحيه كده دقيقتين مثلا 3. وبعد كده تحطي ملحيه، نص معلقه مثلا ملح ولا حاجه، ملحيه على قد ما انت عامله الكميه بتاعتك، وتنزلي بالرز. شايفه العقله دي؟ هي العقله دي اللي تبقى الميه فوق الرز فيها، هي العقله دي. ما تكتريش عن كده، هتكتري عن كده هتتسوحي. اسمعي كلامي، يعني هعمله معاكم برده لايف في فيديو لوحده، بس هي العقله دي. يعني الرز يبقى محطوط العقله دي فوقيه بس الميه، يعني تبقي شايفه الرز كده من على الميه وانت بتقلبيه، وتغطيه وسيب الرز. هتدوقي احلى رز بشعريه بتاع ستي وستك وبتاع امك وبتاع امي. احلى رز بشعريه، فوقك بقى من اي افتكاسات في الدنيا، ده احلى رز بشعريه ممكن تاكليه. وكنت هقول لكم ايه تاني؟ لا كده مش فير كده، انا ابني صحي وكده لازم اروح له قبل ما ينط من على السرير. هروح له دلوقتي، هرجع لكم تاني لينا اللقاء مع بعضينا. بس قبل اللقاء مع بعضينا يا جماعه، مين بيحب الرز باللحمه والشوربه؟ عايزه اعرف بس، عشان انا كل الناس مني يقولوا لي لا 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 لازم طبيخ، كل عيلتي يعني، مش الناس، في اكيد ناس غيري بيحبوا الاكله دي، بس مين بيحب الرز الابيض مع اللحمه المسلوقه والشوربه؟ عشان دي اكلتي المفضله، وانا ممكن استغنى عن الدنيا كلها. اي اكل في الدنيا، هاتولي كل المغريات اللي في الدنيا اقول لكم دي احلى اكله ممكن تعملوها. واسالوا فانزاتي واسالوا الناس، انا عارفه ان انتوا كمان هتبقوا معايا وتقولي ان الاكله دي احلى اكله ممكن تاكلوها في حياتكم. ماشي، مساءكم فل حبايب قلبي. معرفش الفيديو ده هينزل امتى، الصبح ولا بالليل بصراحه، بس انا كنت عايزه اتكلم معاكم شويه كده. وانا عارفه بقالي كتير ما نزلتش فيديوهات، بس ان شاء الله قريب هنزل لكم فيديوهات كتير قوي. بحبكم في الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. توست ده اللي بيعجبني، ده اللي هو فيه حبوب كامله بصراحه. ده فيه سكر وفيه عسل فما بحبوش، وده طبعا اللي هو الخبز الابيض برضو ماليش فيه. بشتري بقى لاولادي، بشتري لهم الفينو ده من دومتي. بصراحه بحبه اكتر من ريتش بيك، بحس ريتش بيك ما بيعجبنيش مؤخرا، ما بقاش يعجبني، ما اعرفش ليه، بس هو ما بقاش حلو زي الاول. المفروض هنا كان بيبقى فيه رايس كيك كنت بجيبه، بس ما بقاش فيه، ما اعرفش ليه، مبقوش ينزلوه. والكيكه دي حلوه قوي برضو، ممكن تديها لابنك لاولادك في الحضانه يعني، حلوه. وهنا برضو بجيب ده اوقات عشان الفطار، بيبقى حلو قوي في الفطار. هم اللي بيعملوه يعني. بصوا تعالوا انا اوريكم القسم ده. ده قسم الفواكه، هنرجع له كمان شويه، بس تعالوا بس ايه، هم نقلوه هنا. بصي المنين بتاعهم هم اللي بيعملوه، احلى منين ممكن تاكلوه في حياتكم. حلو جدا وسعره رخيص، يعني الاسعار هنا مش غاليه خالص، وحلو قوي حاجتهم بجد فريش وتحفه. والبقسماط برده اللي بسمسم ده بحبه بجيبه برده. بس احلى حاجه بحب نفطر بيها احنا عندنا في البيت البسكوت مع الشاي بلبن. يا مين بيت مصري ما بيحبوش؟ ده عيش التورتيه بحبه برده، بيبيعوه برده هنا والاسعار باينه اهي،
سعره حلو جدا وحلو، بيقعد كتير بقى وخطير خطير. ينفع تعملي في اللبنه، الجبنه، الزعتر، اي حاجه على راي ام روبن، بس بتعمل فيه اي حاجه بيبقى خطير. دي الحاجات اللي بشتريها من قسم المعجنات. وهنا ده كمان كنت اوريه لكم. ايوه ده بقى خطير، ده خطير، هو ده اللي انا بحبه. انا عماله ادور عليه اصلا من ساعه ما جيت، وبرده ايه ما لقيتوش، بس لقيت. ايوه هو ده اللي انا بستخدمه، ابو حبوب كامله، خطير، احلى توست ممكن تستخدميه وصحي وحلو جدا. بس طبعا تقنني برده، يعني تاخدي مثلا ايه 2 مثلا على الفطار، ما تزوديش عن 2، فاهماني؟ وبس بقى. ده قسم كيكات كده زي ما قلت لكم. ده المولتو هنا اول ما تخشي من خير زمان. تعالوا بقى اقول لكم انا بجيب خضار ايه. بصوا بحب اشتري دي الكابوتش الموف، حلوه قوي، بتبقى تحفه في السلطه. اللي ما بيحبهاش يجربها مع السويت كورن ومع الفاصوليا الحمراء ومع المشروم. هعمل لكم انا سلطه بيه هيغير رايكم فيه تماما، بجد تحفه، خطير. وطبعا لا غنى عنه القمر ده، بس معرفش ليه مرهف كده المره دي، بس هو يعني حلو جدا. الكرنب الابيض برده موجود، بس انا بحب الموف اكتر في السلطه، بيبقى تحفه. هنا برده في يوستفندي بجيب برده منه، هو طلع اليوستفندي بس حلو، يعني اليوستفندي حلو، بس البرتقال هو مرهق كده شويه. البرتقال مرهق شويه، بس اليوستفندي حلو. البطيخ طبعا مش اوانه خالص، معرفش ازاي موجود اصلا. الرمان طبعا مين ما بيحبش الرمان، تحفه خطير. نعمله بقى كده ايه، مسقعه كده في التلاجة، ويا سلام مع شويه سكر كده، حاجه في حته تانيه. وبس انا بقى لو حطيته عليه حبه شربات الرمان بيبقى تحفه. هنا برده دي البطاطا، انا بحب البطاطا جدا في الشتاء، حاجه كده بتدفي على فكره، ما بتتخنش زي ما بيقولوا. مش لازم نحط عليها بشاميل ونحط عليها حاجات كتير، لا خالص. احنا ممكن نشويها وناكلها كده، وانا باكلها بقشرها، احنا بناكلها عندنا في البيت بقشرها، بتبقى طعمها خطير. وانا بحب البصل الابيض وبحب البصل الاحمر بصراحه، كل واحد بحب اجيب الاثنين، كل واحد فيهم بيعمل طعم. دي الاسعار، اسعارهم مش غاليه خالص هنا، ونضاف بصراحه. بحس خير زمان حاجته نظيفه. البطاطس بجيب، بس دي مش تحمير، دي البطاطس بتاعتهم عادي، يعني اللي هي البطاطس العاديه بتتعمل صينيه او مهروسه. التوم بقى انا بصراحه مش بجيبه من هنا، بجيبه متقشر وبفرزه بس. وده التفاح الاحمر، التفاح عندهم حلو قوي. انا اصلا كل ما اجيب تفاح لازم اجي خير زمان، بحسه نضيف كده وبحسه مغسول، يعني انا باخده اكيد طبعا بغسله وانضفه، بس يعني تفاحهم نضيف. في مانجا برضو، لسه عندهم المانجا. اقول لكم ايه قسم الخضار اللي انا بجيبه ايه متكيس كده. ده الجنزبيل الفريش، الجنزبيل الفريش تحفه طبعا، لا غنى عنه. انا بحب استخدمه في كل وصفاتي، في شوربه الخضار بسلقه مع الخضار، بستخدمه في كل حاجه، في السلطات ممكن ابشره اخده مع معلقه عسل الصبح، حلو جدا جدا للمناعه. وده البتنجان الرومي، خطير برضو، حلو قوي، بحب اعمل لكم بيه وصفات كتير قوي. الجزر انا بحب اجيب الحاجه كده متكيسه من خير زمان، بحسها نظيفه بصراحه، اكتر ماركت بحبه، اسعاره حلوه جدا جدا، ويعني وحاجته نظيفه. والفلفل طبعا الالوان لا غنى عنه، والفلفل الرومي والليمون، بحب اجيب كل الحاجات دي بصراحه. المشروم فريش بفضله طبعا عن المشروم العادي، وبرده في نوع من المشروم العادي لو مزنوقه قوي يعني وما لقيتش مشروم فريش بجيبه واوريه لكم برده دلوقتي. الطماطم بتاعتهم برضو بحس الطماطم بتاعتهم بصراحه حلوه، يعني احسن من اي ماركت تاني، كاني بالظبط في السوق بجيب طماطم حلوه. البصل الاخضر بجيبه برضو، انت عايزه تروحي خير زمان ارخص من السوق على فكره، وحاجتهم حلوه قوي، ومش عاملين بروباجندا زي الماركتات التانيه بيعملوا بروباجندا واروح بيقولوا في اوفرز وبتاع، ولا ايه حاجاتهم اغلى من الحاجات اللي بره. لا بصراحه خير زمان حاجاتهم فعلا ارخص من الحاجات اللي بره ومن غير بروباجندا. هنا ده القسم بتاع الخضار زي ما قلت لكم. دي الميه انا بجيب لابني عشان لسه صغير، انا بحب اجيب له بيور نسلي، دي احسن ميه معدنيه ممكن تجيبيها، هي وصافي، بس اوقات ما بلاقيش صافي فبجيب نسلي بصراحه حلوه جدا. وهنا بقى ايه، دي المشروبات اللي انت ممكن تجيبيها. مؤخرا ظهر كده مشروب اسمه ستينج، بيقولوا بديل ريد بول، بس بصراحه ما فيش حاجه اسمها بديل ريد بول، بيقولوا عليه يعني بيموت الاطفال، بيقولوا عليه مش حلو، وانا بصراحه ما لقيتهوش طعم ريد بول، يعني جربته مره ما ظبطش معايا تاني. تعالوا بقى اوريكم هنا انواع الشاي اللي ممكن تجيبوها. في هنا بلو تي اللي هو الشاي الازرق، طالع مؤخرا برده ترند جامد قوي، بفكر برده اجيبه كده، شوفوا لو عايزين اجيبه واجربه معاكم.
وليبتون. انا بصراحه بحب شاي العروسه، يعني في ليبتون او بحب دلما برضو حلو قوي، بس هو مش عارفه هنا ولا لا. في احمد تي بس دلما احسن. يعني بصي هما برضو عندهم هنا ايه احمد تي، عندهم بالبلو بيري وبالراسبيري، وعندهم بالياسمين، وعندهم ليبتون، وعندهم بالخوخ. احمد تي برضو عندهم احمد تي بس ما لقيتش دلما هنا. في ليبتون، في اللي هو شاي الرجيم ده بيوجع البطن عارفينه، في نعناع. في ده قسم بقى ايه كل المعلبات تقدروا تجيبوه من عندهم، في شركة ازيس وفي كذا شركة على حسب بقى انتوا عايزين ايه. في كذا نوع قهوة، بس انا بصراحة يعني كل اللي متابعني عارف في عبد المعبود، وفي قهوتي دي معرفش بصراحة مجربتهاش، بس انا ما بقدرش اغير جواف تماما بقى، وبالذات وسط سادة. هم مش موجود دلوقتي عندهم فاتح سادة وفاتح محول برضو حاجة، بس وسط سادة احلى. والنسكافيه الجولد طبعا لا غنى عنه، خطير بعشقه. لما تجيبوا حاولوا تجيبوا الابوه الصغيره، لان لما بتجيبوا الكبيره بتقعد كتير، اخر ربع علبه كده بيبقى مش طازه، فاهمه؟ بيبقى اللي هو طعمه بيغير في اخر ربع البرطمان، بتلاقيه غير. فهاتي الصغير وهاتي تاني لما يخلص، لكن ما تجيبيش الكبيره دي مش هيعجبك. وده بقى النسكافيه البلاك العادي بحبه برده، اوقات بتطلب معايا، بس بصراحه بفضل الجولد احسن. انا بعمل لكم برده مشروبات كتير، اعمل لكم الفرابتشينو واعمل لكم حاجات كده هتعجبكم قوي. انا اصلا عاشقه للكافيين. ده بقى قسم كل النسكافيه وكل الكوفي كلها بقى انواعها باشكالها. بص ده مثلا اللي هو ايه اللي هو مفيهوش سكر، عندهم اللي هو ايه unsweetened يعني مفيهوش سكر، وفي اللي هو بالكراميل، وفي بالبندق، وفي بالفانيلا، وفي بالشوكولاته، في كذا فليفر هنا. انتوا بقى ايه تيجوا وتشوفوا. وده بصراحه اول ما نزل انا جربته ما عجبنيش، يعني بالنسبه لي بونجور هوت شوكليت احلى بكتير من كادبري ما عجبنيش خالص. وده طبعا العيش انا بحبه جدا. بحبه ليه بقى؟ لان نسكويك بيحكمك بسكر، هو محطوط فيه سكر، فانتي المفروض تعمليه. انا بحب اعمل الهوت شوكليت بتاعي بالكاكاو الخام من دريم، انا بقى بسكره بنفسي وبحط السكر اللي على مزاجي، وفي نفس الوقت بيبقى طعمه بيديني طعم الشوكليت كده خطير. تعالوا بقى اوريكم قسم عندهم برضو هنا زيت كريستال عاملين عليها عروض. كريستال طبعا عباد الشمس لا غنى عنه. اوريكم بقى قسم الحلاوه. لا اسعارهم جميله بصراحه، يعني غير زمان الماركت الوحيد اللي زي ما قلت لكم مش عامل شو في الاسعار، بس هو ارخص ماركت فعلا. هنا بقى دي اللي هي السبريد اللي بالشوكولاته، طبعا لا غنى عنها في الحضانه للولاد او في المدرسه. ودي الحلاوه العاديه رشيد الميزان. وفي البوادي، انا بصراحه بفضل البوادي في كل حاجه، يعني في الحلاوه في الطحينه في كل حاجه البوادي بالنسبه لي احسن من اي حلاوه ومن اي طحينه تانية، احسن كمان من السايبه، مع ان انا بحب في اماكن بتعمل حلاوه سايبه خطيره، بس البوادي يعني لا تقل عنها في الجوده. الحلاوه بتاعت البوادي خطيره حلوه جدا. طبعا النوتيلا لاولادنا، وفي بدائل للنوتيلا كتير ارخص هوريها لكم دلوقتي. يعني كان في نوع كده انا بجيبه للنوتيلا بيبقى ارخص من النوتيلا وبيديني نفس الطعم بتاع النوتيلا، هوريه لكم بس يا رب الاقيه عشان مش عارفه مش لمحاه هنا، ممكن يبقى جوه. في بقى البينات باتر دي برضو لو عايزين تزودوا القيمه الغذائيه لاولادكم الصبح مع التوست بتاع الحبوب الكامله مع بينات باترز. بصي يعني يبقى ساندوتش طاقه لاولادكم، بتدولهم طاقه في ساندوتش. ده بقى ايه هنا العسل الابيض. العسل الابيض بتاع امتنان طبعا لا يعلى عليه. في كذا نوع هنا من العسل الابيض. انا بحب جنة برضو، بحسه سهل كده وانا بتعامل معاه في الاكل، بالذات البامب بتاعته سهله وانا بنزله، بس انا مش لاقيه دلوقتي. بس في كذا نوع، يعني في امتنان زي ما قلت لكم، في الانواع دي في كذا نوع. في دبس التمر طالع برضو بقاله فتره ترندي ومغذي جدا للولاد. في بقى ايه عندهم عندهم كل حاجه، اكبر تشكيله بصراحه لخير زمان. فيتراك لايت حلوه جدا. في بقى كذا طبعا حاجه، في فيتراك عادي، وفي فيتراك طبعا احلى فراوله اصلا، اللي هي اصلا فراوله قطع حلوه قوي. في بقى قسم قسم التمر.
تمورهم برضو حلو قوي، يعني انا بحب التمور بتاعتهم، سعرها حلو قوي ومناسب لكل الناس وحلوه وكتير، يعني السعر حلو وكتير. وهنا بسكوت دايجستيف، برضو بلاقي دايجستيف بشكل تاني غير زمان، معرفش يعني، بلاقي حاجات كده حتى مش بتيجي على التلفزيون او في الماركتات العاديه. دايجستيف هنا يعني مثلا ده معرفوش بصراحه، اول مره اعرف. هو فيه زي بصي بلاستيكه من جوه كده يعني هو غريب غير دايجستيف اللي احنا نعرفه. في منه كمان دارك شوكليت خطير برضه تحفه. هنا بقى ايه الالبان معمول عليها عروض كلها، يعني جهينه ده بره مثلا ب 24 جنيه، لسه جايباه امبارح ب 24 جنيه، هنا ب 22. فعلا اسعارهم تحفه. العصاير برضو حلوه قوي عندهم، الاسعار حلوه جدا جدا جدا، في كذا نوع. بس بسكوت لوكر ده خطير، بحبه قوي برضو، حلو وسكره خفيف غير البسكوتات اللي بيبقى سكرها عالي قوي. هو زي فريسكا يعني، هو لوكر غالي شويه بس هو حلو قوي، يعني البادجت بتاعهم عالي ممكن يجيبوا لوكر هيبقى حلو قوي، والولاد هيحبوه كمان في الحضانه وفي المدرسه. بصوا تويكس، انا بحب تويكس جدا، ونزلوا منها كمان السايز الصغير ده، ممكن تديه لبنتك في الحضانه مثلا، صغير كده ولطيف، فاهمه؟ مش كبير مثلا تخافي عليهم السويتس الكتيره، لا هو اصلا تويكس سكرها مش جامد، وفي نفس الوقت نزلوا برده الصغيره دي تعرفي تاخديها.